في سؤال وجودي كل واحد فينا بيقف عنده في يوم من الأيام، هو أنا جيت الدنيا ليه؟ ناس تقول عشان نعيش ونستمتع، وناس تانية بتقول عشان نسيب أثر، وناس شايفين إنها صدفة. بس القرآن الكريم بيقطع الشك باليقين وبيجاوب إجابة واضحة في آية صغيرة جدا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الآية دي مش مجرد كلام وخلاص، دي إعلان رباني عن غاية وجودك. خلينا أبسط لك الموضوع. لو قلت خلقت الجن والإنس ليعبدون، يبقى المعنى إن الهدف من الخلق هو العبادة، وده صح. لكن لما ربنا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هنا المعنى أقوى بكتير. يعني ربنا بيقول لك أنا ما خلقتكمش لأي غرض تاني غير العبادة. زي بالظبط كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. لو قلت الله إله فده صح، لكن لما تقول لا إله إلا الله، معناها محدش يستحق العبادة غير ربنا. وهنا أداة حصر، بالإضافة إن ما وإلا مش مجرد زيادة في الكلام، دي اللي بتحدد إن العبادة مش واحدة من أهداف كتير، لا، العبادة هي الهدف الأساسي الوحيد اللي كل الأهداف التانية بتدور حواليه. المفسرين وقفوا كتير عند الآية دي لأنها بتفسر إعلان واضح من غاية الخلق. ابن كثير قال معنى ليعبدون أي لآمرهم بعبادتي وليس لاحتياجي إليهم. يعني ربنا خلقنا عشان يختبرنا بالتكليف، مين يعصي ومين يطيع، مش عشان هو محتاج طاعتنا. والطبري يوضح ان المقصود الا ليعبدون اي ليوحدوني ويخضعوا لي بالطاعه، بس مش بالضروره ان كلهم يعملوا كده، لان في من يعبد وفي من يكفر. وبعض العلماء زي الامام مجاهد بن جبر المكي قال ربنا خلقهم لعبادته، فمنهم من اطاع فدخل الجنه، ومنهم من عصى فدخل النار. يبقى من مجموع اقوال المفسرين نفهم ان الغايه من الخلق هي العباده، والعباده دي اساسها معرفه الله وتوحيده، مش مجرد حركات شكليه. مش معنى ان في ناس هتكفر يبقى الايه باطله، بالعكس التكليف قائم، والجزاء في النهايه هو اللي هيفرق بين اللي عبد واللي اعرض. طيب، ممكن حد يقول ان العباده دي شكلها تقيل ومحصوره بين الصلاه والصيام، لكن الحقيقه ان العباده اوسع من كده بكتير. هي اسلوب حياه، يعني ببساطه ابسط افعالك اليوميه ممكن تتحول لعباده لو نيتك صح. لما تروح شغلك بدري وتخلص شغلك بإتقان، انت كده بتعمل عبادة، لأن إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ولما تساعد أمك وأبوك في أي حاجة تبقى بتاخد أجر بر الوالدين، ولما بتبتسم في وش واحد زعلان أو مكسور بتبقى بتاخد أجر صدقة. حتى لما تاكل وتشرب، لو نويت إنك تقوي جسمك علشان تقدر تصلي وتشتغل وتخدم، الأكل نفسه بيتحول لعبادة. ولما تنام تبقى بتاخد أجر لأنك بتستعين بالنوم على الطاعة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام فكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. مش محتاج أقول لك، لو أنت لسه مكمل لحد هنا انزل اعمل لايك واشتراك. يعني العبادة مش محصورة في المسجد، ممكن تكون في بيتك وفي شغلك وحتى في دراستك ومعاملتك مع الناس. كل لحظة في حياتك ممكن تتحول لعبادة، وكل نفس ممكن يتحسب في ميزان حسناتك لو نيتك صح. وربنا وضح ده في آية تانية: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. طيب، ممكن يجي في بالك كده سؤال منطقي: هو ربنا محتاج عبادتنا؟ الإجابة لأ. ربنا سبحانه وتعالى غني عن العالمين، يعني لو كل البشر كفروا مش هيضر ربنا في حاجة، ولو كل البشر عبدوه برضه مش هيزيد في ملكه شيء. النبي صلى الله عليه وسلم وضح ده في حديث قدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص من ملكي شيء. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يعني الغرض من العبادة مش إن ربنا يستفيد، الغرض إن إحنا اللي ننتفع. لأن الإنسان لو عايش من غير عبادة هيعيش ضايع وتايه ومش عارف هو عايش ليه، لكن لو عايش عابد لربه هيلاقي راحة في قلبه وطمأنينة وروحه مستقرة. فالعبادة مش مجرد تكليف تقيل، العبادة شرف إنك تكون عبد لربنا، وشرف إن حياتك يبقى ليها معنى أسمى من أكل وشرب وشغل. يبقى الخلاصة: خلقت الجن والإنس ليعبدون صح في المعنى، لكن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أقوى وأدق، لأنها أسلوب حصر، والغاية محصورة في العبادة بس. واللي يستوعب ده هيبص لحياته بشكل مختلف، مش مجرد سنين بتعدي، لا، هي رحلة عبادة ورحلة تقرب من ربنا. يعني بمعنى صح، هي رحلة ليها هدف واضح. وما تنساش، أنا مصطفى وده كان تحت الميكروسكوب.